مدينة الحضارة والتاريخ، عروس الصعيد، مدينة الأحلام، حيث عاش أخناتون وتهادت الجميلة نفرتيتي في أفق أتون. بينما كان أخناتون ينظم الترانيم الشهيرة في عبادة الإله أتون الذي يرسل أشعته لتلك الأيدي الصغيرة التي تعطي الحياة، معلنا أول دعوة للتوحيد والفن الواقعي ونبذ التفرقة العنصرية. تلاقت حضارات مصر الخالدة لتبوح بأسرارها القديمة وتروي للعالم أمجاد أحفاد الفراعنة الذين صنعوا بأيديهم مسيرة الحضارة الإنسانية. ومن أرض مصر الطيبة خرجت كنوز التاريخ لتبعث الحياة في 5000 عام مضت من عمر الزمن. واليوم بعد أن استعادت محافظة المنيا مجدها القديم تطل على العالم من جديد، وقد تزينت بأروع عباءات التاريخ لتكون بحق عروس الصعيد، وينبعث صوت التاريخ مدويا بين جدرانها التي تحتضن بقايا 5 حضارات متعاقبة شهدتها مصر على مر العصور، ولتكون محافظة المنيا نافذة العالم على الحضارة المصرية القديمة. كلمة منيا تعني منعت، وهو اختصار للاسم القديم منعت خوفو، ثم تطور إلى مني في القبطية وتعني المنزل، ومنه جاء الاسم الحالي المنيا، وتسمى منيا الفولي نسبة إلى العالم الإسلامي الكبير أحمد الفولي. ولقد حظى الله محافظة المنيا بموقع متميز جعلها تتوسط بين الوجهين القبلي والبحري وتربط بينهما. ومحافظة المنيا تأتي في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الآثار الموجودة بها بعد مدينة الأقصر ومحافظة الجيزة. ففي العصر الفرعوني صدرت منها أول دعوة للتوحيد في تاريخ البشرية، والتي نادى بها أخناتون. وفي العصر اليوناني والروماني عبد فيها الإله تحت إله الحكمة والمعرفة. وفي العصر القبطي شيدت فيها كنيسة السيدة العذراء. وفي العصر الإسلامي تعطرت أرضها بالدماء الزكية لشهداء الصحابة الأجلاء. وفي تاريخنا المعاصر أصبحت المنيا عاصمة لإقليم شمال الصعيد، لذلك تعتبر محافظة المنيا متحفا وسجلا خالدا لجميع العصور التاريخية التي مرت على مصر. وتأخذنا الكاميرا الآن إلى مركز ملوي، والذي يبعد حوالي 45 كيلو مترا جنوب مدينة المنيا، ويضم عدة مناطق أثرية منها متحف ملوي الذي يحتوي على مجموعة نادرة من الآثار المستخرجة من الحفائر، والتي تمت بمنطقة تون الجبل.
آثار تون الجبل من أهم المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، ويوجد بها مقبرة بيتوزيرس، وهو الكاهن الأكبر لمعبد الإله تحت بالأشمونيين، وقد بنيت على الطراز القديم للمعبد المصري القديم. ولقد تم العثور على هذه المقبرة عام 1920 بمعرفة عالم الآثار الفرنسي جوستان لوفيفر، وتعتبر هذه المقبرة أكمل أثر عثر عليه خلال فترة الانتقال بين العصر الصاوي الفارسي والعصر البطلمي، حيث أنها تعتبر وثيقة لدراسة الفن المصري في نهاية القرن الرابع قبل الميلاد. تتكون واجهة المقبرة من 4 أعمدة حجرية، كما أن جدرانها عليها نقوش تعرف باسم الستائر الحجرية. تتكون المقبرة من حجرتين، الأولى تحتوي على مناظر لبعض الصناعات، أما الحجرة الداخلية فهي تحتوي على مناظر دينية تمثل بيتوزيرس ووالده في حضرة الآلهة، خاصة الإله تحت. ويربط بين الحجرتين مدخل يوجد به نصوص هيروغليفية تمثل السيرة الذاتية لبيتروزيرس. كما توجد مقبرة إيزادورا شهيدة الحب من عصر الإمبراطور هيدريان، وهي لفتاة من مدينة أنطونيو بولس ماتت غريقة، وقام والدها بكتابة رثاء لها باللغة اليونانية. يوجد على جانبي المدخل المؤدي إلى الحجرة الموجودة بها. كما توجد بمنطقة آثار تون الجبل الساقية، التي تعد مصدر المياه الرئيسي خلال العصر اليوناني والروماني، والتي كانت ترفع المياه الجوفية من عمق 70 مترا بواسطة بكرة مثبتة بساقية، ويحيط بها سلم دائري بعمق 30 مترا. وتتميز منطقة تون الجبل بوجود السراديب الممتدة تحت الأرض بمسافة كبيرة، وهذه السراديب عبارة عن مجموعة كبيرة من الممرات الموجودة تحت الأرض، والتي نحتت في الطبقة الطفلية المكونة للأرض، وقد استخدمت لدفن الحيوانات والطيور المقدسة والخاصة بعبادة الإله تحت إله الحكمة والمعرفة. وإلى اليمين من مدخل السراديب توجد حجرة صغيرة عرفت باسم حجرة التحنيط، ويوجد بها أجزاء من عملية التحنيط للطيور والقردة. مدينة الأشمونيين، وهي تقع غرب مدينة ملوي بحوالي 8 كيلومترات، وبها مجموعة من الأعمدة الجرانيتية التي تمثل بقايا كنيسة كبيرة من الطراز البازلكي، كما تضم بقايا تمثال للإله تحت وبقايا معبد للإله تحت يرجع لعهد رمسيس الثاني.
تتميز منطقة الأشمونيين بالسوق اليونانية، حيث توجد مجموعة أعمدة من الجرانيت الأحمر، كما توجد لوحة حجرية تحدد تاريخ إنشاء هذا السوق سنة 350 قبل الميلاد في عهد بطليموس الثاني وزوجته أرسينوي. ولقد كانت الأشمونيين عاصمة المقاطعة 15 خلال العصر الفرعوني. وعلى بعد 60 كيلومترا من مدينة المنيا نجد مدينة دير مواس، والتي تضم مجموعة من الآثار النادرة، وموجودة في قرية تل العمارنة، وهي تبعد 15 كيلومترا شمال شرق مدينة دير مواس. إنها المكان الذي اختاره أخناتون لإقامة عاصمة مملكته المسمى إخت آتون، من أجل عبادة آتون الذي صوره بقرص الشمس تخرج منه أشعة تنتهي بأيد بشرية لتهب الحياة للكون. وفي هذا المكان توجد الآن بقايا هذه المدينة التي بنيت من الطوب اللبن، وهي تضم بعض القصور التي كان يقيم فيها أخناتون مع زوجته الجميلة نفرتيتي، ومعابد آتون ومنازل الأشراف. وقد نحتت قبور العائلة المالكة والأمراء بالهضبة الشرقية، ونقشت عليها نقوش تتميز بإبراز حقيقة الأشياء الواقعية، وهي الفن الذي عرف باسم فن العمارنة. ولقد كانت دعوة أخناتون بمثابة ثورة شاملة في الدين والنظم الاجتماعية والسياسية وكذلك الفن، حيث نحت تمثال رأس نفرتيتي الموجود حاليا بمتحف برلين، والذي يعد آية من آيات فن النحت حتى عصرنا الحالي. كذلك توجد في هذه المدينة نقوش تخطيطية لقصورها ومعابدها، يمكن من خلالها إعادة بناء هذه المدينة التي لم تشهد أي إضافات خلال العصور التاريخية المختلفة. وما زال فكر أخناتون المتطور يجد له صدى في الحاضر، ويتزايد عدد المؤمنين بعقيدته في كل أنحاء العالم يوما بعد يوم. ويعد القصر الشمالي ومعبد آتون والقصر الجنوبي من أهم الآثار الموجودة في المنطقة، بالإضافة إلى مقابر المجموعة الشمالية والجنوبية والخاصة بأتباع أخناتون. وتأخذنا الكاميرا الآن إلى مركز أبو قرقاس، والذي يقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 22 كيلومترا، ويضم منطقة آثار بني حسن الواقعة شرق النيل. ومنطقة بني حسن تضم مجموعة من المقابر المنحوتة في الصخر، والتي تبلغ 39 مقبرة لأشراف وحكام مدينة منعت خوفو في عصر الدولة الوسطى. ومن أهم المقابر الموجودة مقبرة خنوم حتب، وكان محافظا لمدينة منعت خوفو، وعاش في عصر أمنمحات الثاني. كما تضم المنطقة مقبرة أمنمحات ومقبرة باكت ومقبرة خيتي. وقد وجد على جدران هذه المقابر مناظر الحياة اليومية في ذلك العصر، وكذلك مناظر المصارعة والألعاب الرياضية مثل اليوغا والهوكي، والتي أخذها اليونانيون نواة اعتمدوا عليها في عمل الأولمبياد. وتعد هذه المقابر سجلا صادقا للحياة اليومية في ذلك العصر، لازدهار الحياة الاجتماعية والثقافية والفنية، وكذلك الرخاء الاقتصادي الذي ساد مصر في عصر الدولة الوسطى.
وعلى بعد 25 كيلو مترا شمال مدينة المنيا نذهب إلى مركز صملوط لنرى معا كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير، وهي كنيسة ترجع إلى العصر البيزنطي في القرن الرابع الميلادي، وقد أقامتها الإمبراطورة هيلانا على ربوة عالية نحتت بالصخر، وقد زين البيزنطيون مقصورتها بنقوش جميلة. ويقول التاريخ إن العائلة المقدسة قد مرت بهذا المكان أثناء رحلتها من فلسطين إلى مصر، وفي عيدها من كل عام يذهب الآلاف لزيارة الدير والتبرك به. وتشهد كنيسة السيدة العذراء تطويرا وتحديثا تقوم به المحافظة، وذلك بهدف إقامة توسعات تناسب الزيادة المتوقعة من الزائرين لوضعها على خريطة السياحة العالمية خلال الفترة القادمة، وتعبر عن أهميتها التاريخية. وتأخذنا الكاميرا الآن إلى مركز بني مزار، والذي يبعد 60 كيلومترا شمال مدينة المنيا، ويضم قرية البهنسة، والتي تعد من أهم المناطق الأثرية، والتي اشتهرت بكميات البرد الهائلة التي عثر عليها، ومنها أقوال للمسيح عليه السلام. وكذلك تشتهر بكثرة الأديرة والكنائس في العصر القبطي، وبها مسجد الحسن بن صالح، وقد شهدت المدينة صفحات مجيدة من تاريخ الفتح الإسلامي لمصر. كما امتد تطوير إلى مدينة البهنسة حتى نحافظ على مركزها التاريخي. كذلك فإن التطوير والتحديث يتناسب وقيمة المنطقة التاريخية باعتبارها أهم المناطق الأثرية التي تضم مجموعة متنوعة من الآثار الإسلامية والقبطية الهامة. وفي مدينة المنيا نجد مجموعة من المناطق الأثرية، فنرى منها مقابر فريزر، والتي تبعد حوالي 5 كيلومترات شمال مدينة المنيا، وهي مقابر من الدولة القديمة، وتضم 4 مقابر جميعها منحوتة بالبارز. وعلى بعد 7 كيلومترات شمال مدينة المنيا نصل إلى منطقة طهن الجبل، ويوجد بهذه المنطقة معبد نيرو، والذي تبلغ مساحته 700 متر مربع، ومقصورة للإله حتحور ترجع إلى العصر البطلمي، وبعض النقوش التي ترجع إلى عصر الإمبراطور كاليجولا.
واستكمالا للنهضة السياحية في محافظة المنيا، فقد تم عمل شبكة طرق حديثة تمتد إلى جميع المناطق السياحية في المحافظة، بالإضافة إلى وجود الخط الملاحي النهري الذي يصل إلى كافة المناطق السياحية. كما أن محافظة المنيا تضم طاقة فندقية هائلة تشمل مجموعة من الفنادق العالمية التي تقدم خدمات متميزة للسياح وللزائرين. وكذلك فقد تم إنشاء مركز للمعلومات وتحديث المدينة وعمل موقع دائم على شبكة الإنترنت لخدمة السياحة. وفي النهاية نستطيع أن نقول إن محافظة المنيا تعد متحفا وسجلا خالدا لجميع العصور التاريخية التي مرت على مصر، فهي نافذة العالم على الحضارة المصرية. لذلك فإن عودة محافظة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية يأتي من خلال جهود رجالها المخلصين الذين يبذلون قصارى جهدهم لكي تعود محافظة المنيا كسابق عهدها عروس الصعيد. فكل الشكر والتقدير لكل يد تعمل في سبيل رفعة الوطن وعزته، وكل التحية لرجال مصر المخلصين في ظل قيادة الزعيم محمد حسني مبارك.